يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. النهاردة هنبدأ يومنا مع بعض. يوم انا كنت هفطس فيه حرفيا من كتر الحر. النهاردة كان السوق، رحت السوق طبعا ورجعت مهنجة على الاخر. قلت النهاردة لازم اعمل حاجة خفيفة كده، يعني ما تتعبش ولا تحتاج وقفة كتير في المطبخ، لو ان برضو الواحد لازم بيقف. المهم يعني ان هي ما تكونش يعني حاجة كده تتعبني وتاخد مني وقت طويل. فقلت النهاردة بقى هعمل كده شوية ملوخية ونسلق فرخة وشوية رز جنب منها ونقضي اليوم. فبدأت هنا، حطيت مية تغلي على النار، كنت غاسلة الفرخة ونقعاها، ودلوقتي بقى لما المية غليت حطيت بصلاية وطماطماية وقرن فلفل. القرن الفلفل بيخلي ريحة الشوربة تحفة جدا وهي بتغلي. وسقطت الفرخة وحطيت طبعا بقى الملح والفلفل الاسود وسبع بهارات وشوية من بهارات الفراخ، وسبتها بقى تستوي كده على نار هادية. وبدأت في حاجة تانية، لان طبعا الفراخ بتحتاج وقت على ما تتسلق، فهي على ما تتسلق نكون احنا عملنا كذا حاجة. برضو في اليوم ده كنت جايبة من السوق معايا فلفل اخضر. طبعا ده كان ارخص حاجة في السوق، كان الكيلو ب5 جنيه. السوق ده كان غالي جدا. جبت معايا كمان ملوخية خضرة كانت ب15 جنيه. المهم فطبعا انا ما عنديش اي نوع من انواع المخللات، فقررت ان انا اعمل فلفل مخلل بما انه هو رخيص ومال السوق وده الموسم بتاعه يعني. فجبت الفلفل البارد اللي قدامكم ده، مرضتش اخلل حامي، انا جايبه حامي بس مرضتش اخلل منه. فالمهم دول 2 كيلو فلفل غسلتهم كويس قوي، وجبت البرطمانات بتاعتي وبدات افتحهم كده بالسكينه زي ما انتم شايفين، واشيل جزء من العرش بتاعها ده او العنقود بتاع الفلفلايه، واحط في البطرمانات زي ما انتم شايفين. الفتحه اللي في الفلفل دي بتساعد على انه كده يستوي بسرعه والميه تخش له من جوه، وبيبقى طعمه زي العسل. الفلفل النهارده انا هحط له كمان فصوص توم، وعلشان خاطر التوم بيخليه فعلا تحفه. يعني انا جربته مرات كتير من غير التوم، ومن ساعه ما عملته بتوم بصراحه بيبقى طعمه حلو جدا وبيفتح النفس، وبيبقى ليه نكهة كده فظيعة بصراحة. فجبت حوالي كده 10 فصوص توم، دول متفرزين عندي يعني من الفريزر. وبدأت احط طبقة من الفلفل، وحطيت التوم زي ما انتم شايفين كده. قسمت التومية بالنص بحيث ان هي تطلع الطعم والريحة بتاعتها، وعبيت البرطمانين زي ما انتم شايفين. جبت بقى ميه من الفلتر وحطيت عليها اللتر الميه، بحط عليه 5 معالق كبار ملح ومعلقه كبيره سكر. السكر بيخلي الفلفل يعني اول ما اخلل عموما في قرشه كده. وما تحطيش خل خالص على الفلفل. الحاجه اللي انت مش عايزاها او مش هتاكليها بسرعه، عامله منها كميه كبيره، انصحك ان انت ما تحطيش عليها خل، لان الخل بيسرع من عمليه التخليل وعمليه سوى المخلل. فلو انت ما اكلتهوش بسرعه هيتهري معاكي ومش هتستفيدي بيه. فانا طبعا ما حطيتش خل لان انا عامله برطمانين فهيقعدوا معايا اكيد فتره، فما حطيتش خل. انما لو هو برطمان صغير مثلا من بتاع المربات اللي هو الكيلو ده ولا حاجه وهيخلص معاكي في يومين 3، فهتحطي لك معلقه او معلقتين خل. فانا ما حطيتش هنا خل، انا حطيت الميه والملح ومعلقه السكر والكام فص توم اللي انا حطيتهم في البرطمان مع الفلفل.
بغطي الفلفل كويس قوي بالميه، وبجيب كمان كيسين كده وببتدي اغطي بيهم الفلفل كويس قوي، بحيث ان الفلفل ما يتعرضش للهواء ولا يسود كده من فوق ولا يريم. فبغطي بالكيس كويس قوي، وبزود ميه كمان فوق الكيس ان بحيث ان هي تبقى غامره الفلفل. وبحط كمان نص كيس كده قبل ما اقفل الغطا على البرطمان، بحيث ان انا امنع اي هواء يدخل للمخلل، لان الهواء لو دخل للمخلل بيبوظه وبيخليه يعمل ريم ابيض وما بيبقاش طعمه حلو ابدا. طبعا انا كنت بقى مقطفه الملوخيه وغسلاها وسبتها تتصفى زي ما انتم شايفين. ودلوقتي طبعا اختصارا للوقت بقيت اعملها في الكبه دي، بتفرمها لي حلوه قوي. وبصراحه اريح من المخرطه. فحطيت كده الكيلو الملوخيه على مرتين، وكل مره بحط حوالي نص كوبايه ميه. بتسهل لي كده الضرب في الكبه، بضربها كويس قوي وبتبقى بصراحه تحفه. زي ما انتم شايفين كده قوام الملوخيه حلو جدا. عملتها طبعا كده دي المرة التانية، يعني عملت اول مرة وحطيت الباقي من الملوخية برضو في الكبة، وزودت المية زي ما قلت لكم، وكده بقت جاهزة معايا على طول. ما حطيتش الكيلو ليه، هي تاخد الكيلو الملوخية، بس انا ما بحبش ان انا يعني حتى لو الجهاز هياخد معايا كيلو احط له اقل، بحيث ان انا احافظ على عمر الجهاز. النهارده بقى قلت هعمل شويه رز ابيض كده بالسمنه، احنا بنحبه مع الملوخيه. عملته بزبده بلدي، حطيت شويه زيت وحطيت قطعه زبده بلدي كده جاموسي كبيره، وفضلت اشوح الرز فيها. كان ريحته وطعمه تحفه تحفه تحفه. وسقيته كمان بالشوربه وحطيت له مكعب مرق. طبعا الشوربه فيها ملحها وبهاراتها، بس زودت رشه فلفل اسود ومكعب مرق لانه بيطعم كده الرز، بيخليه تحفه قوي. فشوحته كده كويس قوي مع الزيت والزبده، وبعدين ضفت عليه الشوربه زي ما انتم شايفين، وسبته بقى ان هو يستوي على مهله. جبت بقى كده شويه شوربه وسبتهم يغلوا، حطيت فيهم يعني حوالي معلقه صغيره من الثوم في قلب الشوربه، ونزلت نص الملوخيه. طبعا اللي انتوا شايفينه الرغاوي دي لان انا حطيت ميه مع الملوخيه وانا بضربها، فببتدي اشيلها كده بكل بساطه بالكبشه بتاعتي، وبتبقى قدامكم زي ما انتوا شايفين. حطيت لها كمان ذره كربوناتو بتخلي لونها اخضر كده وحلو قوي. خليتها غلت غلوه وشلتها من على النار. ودلوقتي بعمل الطشه بتاعتها بقى. حابه تحطي برضو حته سمنه بلدي ماشي، بس انا عشان حطيت في الرز فكفايه قوي عشان الكوليسترول ما يعلاش معانا. حطيت شويه زيت وكمان معلقه كبيره من الثوم المهروس، وهبتدي ان انا بقى اشوحها كده لحد ما لونها يصفر كده ويحمر شويه. وبكون مجهزه معايا شويه من الكزبره الناشفه، بتخلي الطشه بتاعت الملوخيه تحفه وبتودي الملوخيه في حته تانية خالص. زي ما انتم شايفين بقى كده بحمرها كويس. ودلوقتي هضيف عليها الكزبره بعد ما التومه بتتحمر، لان انا بقلب الكزبره بس مجرد تقلبتين علشان ما تحمصش زياده وتمرر معايا. فمجرد ما ريحتها بتطلع كده بيبقى خلاص كده الطشه معايا جاهزه. وهبتدي دلوقتي ان انا احطها على الملوخيه. طبعا الريحه بقى كانت طالعه ما شاء الله. كنت زمان بعمل الملوخية من غير الطشة دي كده، بعملها ني في ني، بحط التوم بس في قلب الشوربة ومن غير طشة. بس بصراحة هي بالطشة أحلى. يعني كان الأول الواحد بيقول عشان الدهون ومش عارف ايه، بس لا، هي طعمها كده أحلى. كان عندي بقى كام بتنجانية كده في التلاجة، وشوية فلفل فاضو من الفلفل اللي أنا خللته. جبت بقى كده قرنين فلفل رومي وحطيت عليهم توم برضو مفرزاه، وشوية ملح وكمون وليمونة، عصير ليمونة، وحوالي معلقة خل كبيرة، وحطيتهم في الكبة علشان اعمل شوية كده بتنجان وفلفل مخللين هقليهم وهحط لهم الدقة دي. هضربهم كده وهنعمهم في الكبة وهيبقوا معايا جاهزين تمام التمام. اوعوا تنسوا لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين، وتفعلوا زر الاشعارات على الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا اشعار بيه. هنا بقى كنت قليت البتنجان وكانت طبعا الدقة جاهزة معايا، فبدأت كده ان انا احشي البتنجان واحطه في نفس الطبق اللي فيه الدقة، علشان طبعا لما البتنجان بقى بينزل المية بتاعته مع شوية الدقة اللي في الطبق دول بيبقوا تحفة جدا. شوية مخلل كانوا
يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. كانوا تحفة جنب الاكل، فتحوا نفس الواحد على الاكل، وكان جميل جدا. طبعا ما كانش عندي حلويات ولا حاجة مسكرة، وده كان يعني ان شاء الله بيبقى اساسي في يومنا. بحب دايما بعد الغدا الواحد ياكل اي حاجة مسكرة او اي فاكهة، طبعا في الصيف بتضطر كده على قلب الواحد. كنت جايبه معايا من السوق اناناس، فرحت جايبه بقى اناناسيه. ما شاء الله الاناناسيه دي كانت تقريبا 2 كيلو الا ربع. قلت بقى على ما كنت بحمر ساعتها الفراخ، قلت على ما الفراخ تتحمر اخرط بقى الاناناسيه دي واجهزها، بحيث ان احنا لما نتغدى ان شاء الله نحلي بيها. كانت مسكره وزي العسل، وهو كان يوم جميل، الاكل فيه كان تحفه، كله كان زي العسل وكان يستحق بقكم. هنا بقى كنت خلاص حمرت الفراخ وغرفت الرز والملوخيه، وكان الاكل كله جاهز. يتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وما كنش ضيفه تقيله عليكم، واتمنى ان القناه كده ترجع تتنشط ومشاهداتها تعلى. ما تنسوش، بفكركم تاني اوعوا تنسوا لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك، و ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.